اللي عجبني بصراحة ان هو لو في حد ما عندوش اي اكسبيرينس في المجال خالص او اول مرة ان هو يخش فيه، الموضوع ابتدى معانا واحدة واحدة. فدي كانت حاجة كويسة. لما دخلت جوه لقيت بقى ان الداتا حتى اللي احنا كنا بنشتغل عليها كانت حاجات لها علاقة بالواقع او لها علاقة بالتاسكات اللي احنا المفروض نشتغل عليها از داتا اناليست يعني عموما. فدي كانت حاجة كويسة بصراحة وفادتني جدا. واللي عجبني ان هو ايه، المستوى طلع واحدة واحدة. لان بصراحة لو كان بيجنر بس كان الموضوع الى حد ما ممكن اوصل لمرحلة اللي هو لو انا مثلا متابع شويه ومجتهد شويه ممكن احس بملل اللي هو مش بيضاف لي حاجه جديده، ولا في نفس الوقت كمستوى ادفانس اللي انا مش فاهم حاجه. فدي كانت حاجه كويسه جدا بصراحه، واكتر حاجه بسطتني يعني في الكامب كله على بعض. حصل فرق كبير لان خدت كورس جوجل وخلصته، وكان جوجل كان يعني كان حلو كبدايه، ولكن لما دخلت بقى الكورس هنا بصراحه حسيت ان يعني ايه، اللي هو ارض الواقع والتطبيق مختلف تماما عن اللي بتلاقيه في الكورس. كنت حاسس ان الدنيا ورديه شويه بصراحه في كورس جوجل، حسيت الموضوع مش منطقي. عشان كده قلت لا، انا لازم ادوس في حاجه عملي بحيث ان انا اشوف بقى الحاجات على ارض الواقع عامله ازاي. كان مثلا بيبقى في حبه اكزامبلز لها علاقه بابل بقى، لها علاقه بفيسبوك او كده، فانا كنت حاسس اللي هو ايه، لا ده ممكن الحاجات دي تواجهني او اكيد هتواجهني في يوم من الايام لما اشتغل كداتا اناليست. فحاجه فرقت معايا جدا جدا بصراحه يعني. هو قل جدا. هو الحقيقه انا اكيد لسه ناقصني يعني، انا كواحد زيرو اكسبيرينس طبعا ناقصنا حاجات كتير. ولكن بصراحه من الكام انا اتحطيت على اول الطريق يعني، حاسس ان هو ايه، خلاص انا هعرف افهم ايه اللي ناقصني من التولز اللي احنا اخدناها في الكامب، وابتدي ان انا اشتغل عليها اكتر. بدات خلاص ابقى عارف انا ممكن ادور انا بنفسي بقى على كورسز تانية في مناطق معينه حاسس ان انا لسه ضعيف فيها وممكن اخش فيها. واللي فرق معايا اكتر ان الناس الانستراكتورز اللي كانوا معانا هم شغالين بالفعل وهم فاهمين ايه التاسكات اللي احنا ممكن نشتغل عليها. فكنت بلاحظ حبه تريكات من ارض الواقع عندهم يعني، من ناحيه اللي هو عندهم في الشركه تعرضوا المواقف دي كتير، فكانوا بيسهلوا علينا الطريق جدا في حبه حاجات. لو ممكن انا اقعد اخبط مع نفسي واقعد اهلك وقت في الاخر الحاجه اللي انا قعدت اتعلمها كتير قوي دي مش محتاجينها قوي في الشغل، او مفيش حد طالبها قوي في السوق حوالينا. لكن هم ممكن مثلا يقولوا لنا ايه، لا ركزوا يا جماعه في النقطه دي، النقطه دي هتفرق معاكم قدام في واحد اتنين تلاته. وكنت بستشيرهم فعلا في حاجات ليها علاقه بالبيزنس بقى بعد الكورس او كده، والناس كانت هيلبفول جدا بصراحه. كنت مبسوط قوي معاهم الحقيقه يعني. ارشحه لحد ممكن يعني ايه، لو حد عايز ياخد اوفر فيو كده عن المجال كله ويوصل لمستوى ان هو يقدر بعد كده يشتغل على نفسه اكتر من بعدها. فلو هرشح لحد المكان هقول له لا، ده اعتقد ده المكان اللي انت ممكن تبتدي فيه. مش هيحسسك باي تشتت نهائي لان الماتيريالز كلها موجوده وفي متابعه عمليه كويسه جدا. المكان اللي باخد فيه كورس مش بلاقي فيه اي تطبيق عملي. انا بحس ان الكونتنت اللي هو بيدوله مش منطقي. لو هرشح لاي حد هقول له لا، ده من اكتر الاماكن اللي هيشرح لك نظري وهيطبق كتير جدا اكتر من شرح. وده اللي ثبت معايا المعلومه اكتر بصراحه في كل السيشنز اللي خدتها يعني.